معظم أدوات الدفاع عن النفس حجمها كبير جدا وصعب ملاحظتها، وده طبعا بيخليها صعبة في الاستعمال. فالمصممين حبوا إنهم يغيروا تصميمها ويخلوا حجمها صغير. لا، وكمان خلوا الأدوات محدش هياخد باله منها، واتصنفت كمان إنها أصغر الأدوات الخفية للدفاع عن النفس. وطبعا في أدوات من دي كتير لازم يكون ليها ترخيص. ويلا بينا نخش في الموضوع. معانا أول أداة واللي شبه ورقة الشجر بالظبط، واللي بيميزها إنها سكينة مخفية داخلها باحتراف. لا، وكمان تنفع ميدالية وسلسلة في نفس الوقت. والأهم من ده كله طبعا إنك تدافع بيها عن نفسك. ويلا بينا نخش على الأداة التانية. طبعا كلنا لما بنطلع بيكون معانا مفاتيح. بتبقى مفاتيح البيت أو مفاتيح الشركة، المهم إنها مفاتيح. أنا هنا بقى ما بكلمكش عن المفاتيح تدافع بيها عن نفسك، أنا هنا بكلمك عن الأداة الصغيرة الجامدة دي. دي هتتحط في المفاتيح في الميدالية والموضوع كده تمام، انت كده متأمن يا باشا. ودي طبعا استخدامها سهل وبسيط جدا، واللي بيميزها كمان انها صلبة جدا. يعني لو حد اتهجم عليك واستخدمتها وخبطت واحدة في وشه هتبوظ له وشه. نخش بقى على الأداة اللي بعد كده، وطبعا انت مصدوم. كاب هتدافع بيه عن نفسك، وده بيكون أحسن حاجة تدافع بيها عن نفسك، الكاب طبعا. هتفهم جوايا دلوقتي، بس لما تيجي تضرب بيه اضرب بالجزء اللي هو فوق، لأن بيكون في حتة حديدة لو هي دي اللي بتساعدك في التعامل بيه. يلا بينا نخش على الأداة اللي بعدها. دي أداة صغيرة جدا وهتساعدك إنها صغيرة طبعا، ودي متاحة قانونا في كل أنحاء العالم. وكمان ممكن تعلقها في ميدالية. كل اللي عليك هتشد الجزء العلوي وهي هتقوم بالباقي، وطبعا هتفضح الدنيا. ولو طبعا حرامي جه يتهجم عليك وسمع صوتها مش هيقف في مكانه. يلا بينا نخش على الأداة اللي بعد كده. ودي بقى أداة مش طبيعية. دي عبارة عن حبل طويل مربوط بطريقة احترافية شوية، بس اللي انت متعرفوش ان ده حبل مش عادي. ده حبل متين جدا، ويعد من أقوى الحبال في العالم كله، لدرجة الكرة الموجودة في المقدمة قدام دي بتسبب الضرر لأي حد يتهجم عليك، دي ممكن تموته في خبطة واحدة كمان. هتيجي نوقف دقيقة واحدة ناخد حسنتين ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أحمد علي من قناة عجائب الدنيا. أتمنى يكون عجبكم محتوايا، وتدعمني باشتراكك ولايك للفيديو. ويلا بينا نخش على الأداة اللي بعد كده. ودي طبعا أول ما بتفكر تشتري حاجة تدافع بيها عن نفسك بتفكر في الصعق الكهربائي، ده أول حاجة. وغالبا اللي بيستخدمه البنات. بس الصعق ده بقى مش طبيعي، الأداة دي بتكون 3 في 1. الميزة التانية بقى ويكون في كشاف قوي جدا، من قوته ممكن يعمل عمى مؤقت للعين. الميزة التالتة بقى اللي انت ممكن تستخدمها بيه، ان البطارية لو خلصت ممكن تستخدمه للدفاع عن النفس بالضرب بيه، لانه متين جدا وما بيتكسرش.
نخش على الأداة اللي بعدها. طبعا لو هنتكلم على الصواعق، فالصاعق ده أقوى من اللي فات ب100 مرة. هو صوته وشكله أصلا يخوف الحرام اللي قدامك. لا وكمان سهل في المسك. نخش على الأداة اللي بعدها، ودي أكتر أداة أنا مصدوم منها. ودي بتتلبس في الإيد بالشكل ده. سبحان الله بقى، السيوف دي بتيجي منين أنا مش فاهم. لو حد فاهم يا جماعة يكتب لي في التعليقات تحت. نخش على الأداة اللي بعدها، ودي بتكون خاصة بالبنات فقط. ودي حجمها صغير وبتتشال في أي مكان، في جيبك، في الشنطة، في أي حاجة. لا وكمان اتعمل عليها كذا اختبار ونجحت. وكمان هي مشهورة جدا في إنجلترا وفرنسا وألمانيا. نيجي بقى لأداة جميلة جدا، واللي بتكون عبارة عن خاتم شكله جميل. بس حاسب، الخاتم ده بتبقى لابسه في ايدك مهم زي حياتك بالظبط. وانت لابس الخاتم وماشي وحصلك حاجة، كل اللي عليك هتدوس على الزر اللي فيه، وده بيبعت اشعار لكل الموبايلات اللي انت ضايفها عليه. والحاجة بقى اللي هتتصدم منها، ان كل الناس اللي انت بعتلهم اشعار على الهاتف بتاعهم يقدروا كلهم يجولك عن طريق الGPS ويجيبوك. ونيجي للاختراع اللي بعده، وده بيكون جراب مصنوع لكل الموبايلات. الجراب ده فيه ايه؟ اقولك فيه ايه. فيه بطارية بديلة للهاتف بتاعك، يعني خلاص ما تشيلش هم الايفون بتاعك تاني خالص. لا وكمان في صاعق محدش ياخد باله منه ابدا، مع العلم ان الصاعق ده قوي زي اللي فات. الاداة دي طبعا بتكون جيدة للبنات وللشباب كمان. وللأسف الفيديو انتهى. لو عجبك أتمنى تشترك في القناة ولايك للفيديو.